إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا بيكم معانا في سهرة جديدة نفتح من خلالها الشكمجية عشان نسعد مع بعض بكل ما فيها من روائع الغناء والطرب. يسعد معكم بما في شكمجية اليوم وكالمعتاد المونتير حسين السنوسي ومهندس الهواء عماد غبريال والمخرج أحمد بركات، وهذا طارق مصطفى أمام الميكروفون، فأهلا بكم. أول ما نفتح شكمجية الليلة هنلاقي شريط من أشرطة الربع ساعة مسجل يوم 19 يونيو عام 1958. الشريط ده كان متسجل عليه 3 أغنيات، ألحان الموسيقار أحمد صبرة. غنوة من الثلاثة للأسف لم نستطع إصلاحها لتقادم الشريط، وكانت للفنان إسماعيل شبانة، وهو بالمناسبة جوز بنت أحمد صبرة ملحن هذا الشريط رحمة الله على كليهما. بقي إذن من هذا الشريط غنوتان، تعالوا نسمع مع بعض الغنوة الأولى نسيت يا حلو، هنسمعها بصوت الست عيشة حسن من كلمات زين العابدين عبد الله وألحان أحمد صبرة. نسيت يا حلو قعدتني أنا وانت حداغتني، نسيت يا حلو قعدتني أنا وانت حداغتني، نسيت يا حلو
الغنوة طبعا فلاحي، من يعني الكلام المقصود من زين العابدين عبد الله، كلام من البيئة الريفية، البيئة الريفية المصرية يعني. لكن اللحن حضري او بندري، يعني بندري زي ما احنا بنقول، يعني اللحن يعني مودرن على الكلمات الريفية لزين العابدين عبد الله الحقيقة. يعني انا ما بجدش توفيق كبير لاحمد صبرا، لانه ما قدرش ياخدني مع الكلام لاحساسي بالبيئة اللي بتغني فيها عيشة حسن، اللي هو حدا بيتنا جنب بيتنا يعني، وقعدتنا طبعا يعني قلب القاف لجيم قعدتنا اللي هي قعدتنا. ف ما ادانيش الاحساس اللي المفروض يتواكب مع الكلمة، في ان الغنوة بتخص بيئة معينة او مناخ معين. فطلعت اللحن طلع يعني نقول اشيك من انه يبقى لحن الغنوة فلاحي على كلمات ريفية. صوت الست عيشة حسن صوت دافئ ومعبر وفيه صدق، ولكن هو كان محكوم بالميلودي او اللحن اللي مقدمه لها الاستاذ احمد صبرا. عشان كده يعني انا حسيت ان كان لازم تبقى المسألة يعني في إحساس ببيئة العمل أو بيئة الكلام اللي كاتبه زين العابدين عبد الله، وهو كلام جميل ورقيق. وفي نفس الوقت اللحن ما قدرش يديني الصورة اللي كانت منتظرة للكلمات دي. عموما الغنوة في حد ذاتها غنوة لطيفة، وصوت الست عيشة حسن صوت لطيف، واللحن لو مع كلمات أخرى كان يبقى لحن كمان حلو. تاني أغاني حلقة الليلة وتاني أغاني شريط الموسيقار أحمد صبرا هي غنوة زراعة الورد. هنسمعها بصوت الست عصمت عبد العليم، وكتبها محمد أحمد أبو دنيا. زرعت الورد في روض المحبة، سقيته من دموعي حبة حبة، ولما فتح الورد استخبى وداره روحه من عين الأحبة. يا ريتني ما زرعت الورد ولا سمعتش ملامة حد، يا ريتني ما زرعت الورد ولا سمعتش ملامة حد. زرعت الورد، زرعت الورد في روض المحبة. قالولي عالهوى انه بينسى الود، ولو شاف الدموع الخد، وجيت اقطف لقيت منه قاسية وصد. سألته والسبب لما وانا اللي زرعته بيديا، ويا ما رأيته بعينيا، وشاف من قلبي حني وسابني ما سأل فيا. ظلمني 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 الورد، يا ريتني ما
ولا سمعتش ملامة حد. زرعت الورد، زرعت الورد في روض المحبة. بكيت عالبخت والقسمة وقلتهم، وناديتهم وناديتهم. لقيت البدر والقسمة برقتهم، وخفتهم وخفتهم. خدوني لما شافوني ولا رضيوش يسيبوني، وحبوني وهنوني وسلوني وخلوني. نسيت الورد، يا ريتني ما زرعت الورد، ولا سمعتش ملامة حد. يا ريتني ما زرعت الورد، ولا سمعتش ملامة حد. زرعت الورد، زرعت الورد في روض المحبة. هنا بقى عمنا احمد صبري خلى الست عصمت عبد العليم تغني بتعبيرية، وايضا خلاها تغني غنى في تطريب مع تعبيرية اللحن والميلودي اللي هو قصده. فطلع صوتها بتغني اللي هي عايزاه، وفي نفس الوقت اللحن الكلام مع أدائها في تعبيرية يعني متفقة مع الموسيقى بتاعة اللحن أو الميلودي. فطلع اللحن فيه تناسق ما بين الكلمات والغنى ورؤية المؤلف والملحن، فطلع اللحن كده كله شكله على بعضه حلو. والست عصمت هنا كمان صوتها يعني جاي متفق مع الإحساس بكلمات الغنوة وزراعة الورد والصور اللي موجودة في الكلام اللي كاتبه محمد أحمد أبو دنيا. فطلع الموضوع يعني فيه رقة وعذوبة، والحقيقة يعني وصلنا بسرعة بفضل اللحن الرقيق والشيك، وفي نفس الوقت الأداء لعصمت عبد العليم اللي غنت، وفي نفس الوقت بتعبيرية مع مساحة من التطريب والغنوة على القاعد كده. فبيبين لك شخصية الأستاذ أحمد صبرة، وبيبين لك إن ارتباطه كمان بالأستاذ إسماعيل شبانة مش عشان جوز بنته، لأن الأستاذ إسماعيل شبانة من الأصوات الرصينة الهادئة الدافئة اللي تقدر تقول بيغني بعقل كده وبعقلانية، موهبة بيتم التحكم فيها والتصرف في إمكاناتها بشكل راقي وعاقل. فيبدو انهم يعني اتصاحبوا مع بعض قبل مرحلة المصاهرة دي، وده واضح في ان الراجل بيحب الشغل. الاستاذ احمد صبرة بيحب الشغل التقيل اللي فيه قعدة، اللي فيه غنى، اللي فيه احاسيس بالنغمات العربية. على كل حال احنا سعدنا بالغنوتين، كان نفسنا نسمع اسماعيل شبانة في الغنوة الثالثة اللي ما قدرناش نصلحها، لكن احنا نكتفي مع اسماعيل احمد صبرة ملحن الكبير بالغنوتين اللي سمعناهم للست عيشة حسن وللست عصمت عبد العليم. عزيزي المستمع، موجات الأغاني دايما على هواك. تواصل معنا، اطلب غنوتك، قول رأيك، وتابع برامجك. كل اللي عليك تتصل بينا على 1120 من أي محمول، أو ابعت لنا رسالتك على 9110 واكتب قبل الرسالة رقم 5. إذاعة الأغاني أصل الغنى. انتوا لسه معانا
على موجات الأغاني مع الشكمجية. يعني احنا زعنا البرومو عشان اللي حابب يتواصل معنا عن طريق التليفونات والموبايلات يتفضل يتواصل معنا، يطلب اغنيته ويعلق تعليق، يضيف لنا، يسألنا. اهلا وسهلا بحضراتكم، واهلا باصدقائي الاستاذ علاء عبد الله، الاستاذ مبدر علامه، الاستاذ فؤاد الشمري، الاستاذه الحان الموجي. وهنكمل اسامي بعد ما نسمع الغنوه اللي جايه. الفنان أحمد عبد الله مستمعينا الأعزاء مطرب سكندري اسمه لمع كثيرا في السنوات الأولى من الخمسينيات من القرن اللي فات، وإحنا قدمنا له العديد من الأغنيات في كل برامجنا. من أعماله اللي سجلها للإذاعة عام 1956 غنوة اسمها أجمل ساعات العمر، كتبها عباس شفعي ولحنها الموسيقار السكندري عبد الرؤوف عيسى. تعالوا نسعد معكم بأحلى ساعات العمر في أجمل ساعات العمر مع أحمد عبد الله. أجمل ساعات العمر ساعة لقاك يا حبيبي، من بعد طول الصبر وبعد طول تعذيبي يتهنى قلبي في دنيا حبي واشوف حبيبي حبيبي، اشوف حبيبي. لما يزيد بيزود الأشواق، نار الحنين بتقيد وتعذب المشتاق. البعد لما يزيد بيزود الأشواق، نار الحنين بتقيد وتعذب المشتاق. واشكي وجدي في الليل لوحدي ومني قلبي بنجوى حبي واشوف حبيبي حبيبي، من بعد طول الصبر وبعد طول تعذيبي يتهنى قلبي في دنيا حبي واشوف حبيبي حبيبي، اشوف حبيبي. أجمل ساعات العمر ساعة لقاك يا حبيبي، من بعد طول الصبر وبعد طول تعذيبي يتهنى قلبي في دنيا حبي واشوف حبيبي حبيبي، واشوف حبيبي. ويطول عليا الليل مع الخيال سهران، احكي لنجوم الليل واشكي الهام الاشجان. ويطول عليا الليل مع الخيال سهران، احكي لنجوم الليل واشكي الهام الاشجان. واشرح غرامي وطول هيامي ومني قلبي بنجوى حبي واشوف حبيبي حبيبي، من بعد طول الصبر وبعد طول تعذيبي يتهنى قلبي في دنيا حبي واشوف حبيبي حبيبي، اشوف حبيبي.
أجمل ساعات العمر سعيد له يا حبيبي. من بعد طول الصبر وبعد طول تعذيبي اتهنى قلبي في دنيا حبي واشوف حبيبي حبيبي اشوف حبيبي. استاذ احمد عبد الله صوته فيه شبه كبير من فناننا الكبير الاستاذ سيد اسماعيل، وفي بعض المناطق كده بيلطش او بيقترب من صوت الاستاذ كريم محمود بشكل او باخر، يعني في بعض المناطق من صوته. ولكن هو صوت الاستاذ احمد عبد الله يعني صوت مطرب شعبي بطبيعته، بطبيعة الصوت نفسها، بتركيبة الموهبة او الموهبة اللي ربنا بعتها له. صوته فيه شعبية، بس في نفس الوقت الشعبية أي شعبية اللي فيها شياكة مطربينا الشعبيين الحقيقيين. عنده ميزة كمان في صوته دي ما بيمتلكهاش كل واحد ومحدش بيقدر يعملها عمولة، اللي هي الحميمية. صوته يقدر يوصل لقلبك بسرعة رغم انه ما اتشهرش، معرفش ليه، ولكن من الأصوات اللي تقدر توصل لقلبك. يعني كان لو المسيرة بتاعته كبيرة وأعماله الغنائية كبيرة كان هيدخل في صف الكبار من مطربينا الشعبيين زي الأستاذ رشدي والأستاذ العزبي وتلاميذ الأستاذ محمد عبد المطلب والأستاذ شفيق جلال. فكان هيدخل هيبقى له مكان في هذه المنطقة لو اشتغل فيها، لكن هو ما طولش في الطريقة. عمنا عبد الرؤوف عيسى بقى الملحن الكبير بيسلطن المطرب، حتى بيديله جمل للكورال تسلطنه بعد كده لما يرجع للغنى، ومخلي الكورال يغني على إيقاع كده مزهزه طبقا لكلمات الغنوة. يعني مخليه كده بياخد الغنوة المنطقة يعلى بيها، يحركنا شوية. يعني الراجل بيغير الإيقاعات كثيرا داخل اللحن الواحد للبعد عن الملل أو الرتابة اللي بتنتج عن استخدام إيقاع واحد للغنوة. بعدين بيدي للمطرب فرصة للغنى على إيقاع هادي. اللي نقدر نقوله يعني إن الموسيقار السكندري الكبير أستاذ عبد الرؤوف عيسى كان رحمة الله عليه يمتلك أدواته بشكل جيد، والغنوة يعني تندرج تحت الغناء الشعبي الراقي والشيك، وساعدنا بيها جميعا. ويا رب تكون عجبتكم. أرجع وأرحب بأصدقائي السيدة فاطمة، مهندس خالد عروق، الأستاذ إبراهيم عباس، الأستاذ بسام قاسم، وليمو أو ليما لولو. نرجع لأغانينا وإن شاء الله تبقى معانا أغاني حلوة الليلة. شهر مارس عام 56 سجلت الإذاعة المصرية 3 أغنيات ألحان الملحن فهمي فرج على شريط من أشرطة الربع ساعة. غنوتين من ال3 أغاني سمعناهم في حلقات سابقة من برنامج في يوم من الأيام، وهم يا طير يا طاير لكارم محمود كلمات عبد الوهاب محمد، وشهدت الحسن أيضا كلمات أستاذ عبد الوهاب محمد في بداياته الفنية هذا العمل. أما الغنوة الثالثة من الشريط ودي اللي ما سمعناهاش قبل كده هنسمعها معاكم دلوقتي، اسمها الشمس المشرقة أو شمس النهاردة، ودي هنسمعها بصوت الفنانة الكبيرة الست فايدة كامل. كتبها عبد اللطيف البسيوني ومن ألحان فهمي فرج. تعالوا نشوف الشمس المشرقة أو شمس النهاردة بصوت المشرقة الست فايدة كامل. من بدر طلع وشموعها
شمس النهاردة أنوارها زيك، شمس النهاردة أنوارها زيك، من بدري طلع وشموعها عايدة، من بدري طلع وشموعها عايدة. شمس النهاردة في كل صباح بتهل بالخيرات الكون، وبقدرة المولى الفتاح يسعد ضياء قلوب وعيون. أنوارها سبحان القدرة عالأرض جادت بالخضرة. أنور وزينة شمس النهاردة هلت علينا، شمس النهاردة من بدري طلع وشموها قايدة، من بدري طلع وشموها قايدة. شمس النهاردة أنوارها زيك، شمس النهاردة أنوارها زيك، من بدري طلع وشموعها عايدة، من بدري طلع وشموعها عايدة، من بدري طلع وشموعها عايدة، من بدري طلع وشموعها عايدة. طبعا الست فايدة كامل أدت لحن بشكل جميل وبطريقة السهل الممتنع. طبعا في ناس كتير يعني تحس ان الست فايدة كامل هي مطربة الغناء الوطني، حتى في عاطفياتها اللي مش كتير قد الغناء الوطني برضو ما نالتش كتير من الشهرة، او معظمها ما نالش كتير من الشهرة قد اغانيها الوطنية. يعني طبعا دي تركيبة إنسانية لست فايدة كامل. الست فايدة كامل مثقفة كبيرة وخريجة الحقوق ودارسة مزيكا وطالعة في وسط كله موسيقى، وشقيقتها الست أميرة كامل مطربة الأوبرا المصرية. وكمان يعني طبيعة صوتها في قوة، في قوة وفي تفرد، محدش صوته زي فايدة كامل، والصوت مليان قوة ومليان شكل من أشكال التحدي. فكان ده بتنعكس هذه الموهبة على اختيارها لأعمالها وحبها وميلها الشخصي للغناء الوطني. ده بالإضافة لأنها كانت شخصية وطنية جدا جدا جدا. يمكن ناس كتير ما تعرفش أن الست فايدة كامل كانت من بين الناس اللي شاركوا في الفدائيين أثناء حرب 56 والمقاومة الشعبية، يعني بشكل أو بآخر، لغاية ما وصلت بقت عضو مجلس الشعب عن منطقة الخليفة في القاهرة، وقعدت سنوات طويلة جدا جدا محتكرة كرسي مجلس الشعب لهذه المنطقة من القاهرة. يعني أقصد أقول إن تكوينها الإنساني والثقافي والعلمي خلاها قريبة أكتر من الغناء الوطني. وده مش عيب، لأن في ناس بتبقى واحد ليه غنوة سعد، كتير ليهم أغاني من أغاني سعدهم، وفي ناس طبيعة الغنوة نفسها بتديهم يعني طريق يمشوا فيه وممكن يبقوا متفردين فيه، بدون أن يدري كده يتحول إلى شعبي، بدون أن يدري يتحول إلى مطرب للوطنيات أكتر. وإحنا يعني جربنا التجارب كتيرة في مشوارنا الفني مع بعض الشخصيات. الظروف حكمتها بانها تغني في مجال معين وباسلوب معين، والملحنين بداوا يلجأوا انهم يبعتوا لهم لما تكون في اغاني بشكل معين، والمنتجين بعد كده بداوا يطلبوا انهم يغنوا بشكل معين لنجاحهم الكبير. فده مش عيب ان حد يبقى اغانيه الوطنيه اكتر،
خاصة لما تكون عنده المميزات اللي تخليه يقدر يقول في المجال ده بشكل رائع جدا. يعني ما تجيبليش حد يغني غناء شعبي ويبقى صوته ضعيف، ويبقى صوته ما فيهوش لمحات شعبية كموهبة، ويبقى ما عندوش باور كده وانرجي، لان ليها طبيعة خاصة يعني ترهق اي حد. الغناء الشعبي والوطني يرهق اي اصوات، لكن الاصوات اللي مش عادية دي بتبقى يعني دي موهبة من عند ربنا. عماد بيقول لي يلا. طيب، اتبسطنا بالغنوة الوصفية الشمس النهاردة أو الشمس المشرقة. يبقى كده سمعنا لون من الألوان اللي غنتها الست فايدة كامل بالإضافة للعاطفي والوطني. سمعينا من المعروف أن الفنان الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي كان من الملحنين المغرمين والواثقين في فن وموهبة فناننا الكبير الأستاذ كارم محمود، وكان من بين الموسيقيين والملحنين المشجعين لكارم محمود في بداياته الفنية مع الإذاعة المصرية، بل لحن له العديد من الأغنيات. سنة 58 سجل كارم محمود قصيدة دينية اسمها مناجاة من أشعار محمود عبد الحي، لحنها لي الفنان عبد الحميد توفيق زكي. تعالوا نسمعها مع بعض. إشراق البدر وطلعته وسكون الليل وروعته. إشراق البدر وطلعته وسكون الليل وروعته، وضياء الفجر ونسمته، ورواء الزهر وبسمته. سبحنا بحمدك يا ربي تغريد البلبل والقمر وظلال الدوح على النهر. تغريد البلبل والقمر وظلال الدوح على النهر، وجلال الفلك على البحر، والروضة في الحلل الخضر. كبرنا لذاتك يا ربي
طبعا هنا تناول مختلف للغناء الديني أو الغناء العلمي أو الغناء بشكل علمي لشعر تقليدي بالفصحى مع استخدام آلات أوركسترالية من آلات النفخ والبيانو ومع توزيعات موسيقية على خفيف يعني لغنوة دينية. دي ما بتحصلش بالطبيعة في الغناء التقليدي العربي والمصري اللي احنا عارفينه، خاصة فيما يتعلق بالغناء الديني. بس دي طبيعة أبناء المدارس الموسيقية اللي اتعلموا مزيكا بشكل علمي واللي تأثروا بالأجانب والخواجات في موسيقاهم يعني. وده مش عيب يعني، احنا في ناس كتير عندهم مزيكا هايلة، لكن الغرب يعني شوية سابق في المسألة الأوركسترالية أو مسألة الكونتربوينت أو التوزيعات فهم مختلفين عننا. لكن الغنوة هنا يعني غنوة دينية مختلفة، وده لون يعني ما بنسمعوش كتير أو يمكن لأول مرة كمان بنسمعه في برنامجنا. نقول ايه كمان ونسمع ايه كمان. حتى منتصف الخمسينيات من القرن اللي فات كانت ست صباح الشحرورة الرائعة تتميز بغناء الأغاني التي تتعدى مدة أي منها الخمس دقايق، لغاية ما بدأت إذاعتنا المصرية في تقديم فنانتنا الكبيرة في أغنيات طربية طويلة تزيد مدة بعضها عن 10 دقايق. منها حبيب القلب لحن أستاذنا الفنان الكبير محمد الموجي، وراحت ليالي لحن العبقري رياض السنباطي. والغنوة كمان اللي هنسمعها معاكم دلوقتي من ألحان رؤوف ذهني، غنتها صباح سنة 57 وما سمعناهاش من زمان. تعالوا معانا نسمع يا بخت حبيبي لست صباح، كتبها فتحي قورة ولحنها رؤوف ذهني.
طب احنا نتكلم بقى عن صباح ولا عن فتحي قورة ولا عن رؤوف ذهني في الغنوة اللي فاتت دي اتقال فيها حاجات كتير جدا جدا، بس وقتنا بقى هو اللي حاكمنا، معلش بقى. إيه لو في كلمتين بعرف اقولهم هنا فلان انا سمعت ده وانا صغير، اللي انتوا سمعتوه ده انا سمعت منه واتربيت عليه من وانا صغير، فلو في كلمتين انا حافظهم وعارفهم وكده مع اللي بيديهولنا ربنا يعني عنده يعني، لكن الواحد اتربى على ده فطلع متشبع بده فقدر يقول الكلمتين اللي ربنا بيجود علينا بيهم، ويا رب يكونوا كلمتين خفاف على قلب حبيبة الغنى وسمعتنا الكرام. وختام حلقتنا الليلة مع واحدة من كلاسيكيات الأغاني الإذاعية، مع رائعة سجلت يوم 8 فبراير عام 1955. هنسمع معاكم دموعي وأهاتي للست نجاة علي، كتبها الأستاذ إمام الصفطاوي ولحن الموسيقار المبدع أحمد صدقي.
نسيها وحيرت عينيا كفاية عليا وحيرت عينيا كفاية عليا وصابر يا قلبي. يا عز الأحبة بعدك حرام يا عز الأحبة بعدك حرام دي أول محبة وآخر غرام. يا عز الأحبة بعدك حرام يا عز الأحبة بعدك حرام دي أول محبة وآخر غرام وليه بس تنسى ولا يزيد حناني ومهما هتنسى هعيش بالأماني ومهما هتنسى ولا يزيد حناني ومهما هتنسى هعيش بالأماني وحيرة عينيا كفاية عليا وحيرة عينيا كفاية عليا وصابر يا ضوعنا خيالنا في نشوة لقاك
طوعنا خيالنا في نشوة لقانا طوعنا خيالنا في نشوة لقانا وعشنا بأملنا في جنة هوانا ويا ما بنينا قصور في العلالي ويا ما بنينا قصور في العلالي وفاتت علينا ليالي وليالي وحيرة عينيا كفاية عليا وحيرة عينيا كفاية عليا وصابر يا قلبي دموعي وآهاتي وأيام حياتي دموعي وآهاتي وأيام حياتي من الشوق بتجري ورا ذكرياتي من الشوق بتجري ورا ذكرياتي وصابر يا قلبي إن شاء الله تكون كل الأغنيات اللي قدمناها النهاردة عجبت حضراتكم. أشكركم شكرا جزيلا، ونلتقي في العيد بإذن الله مع حلقة جديدة من الشكمجية. هنبقى معاكم في العيد بإذن الله ونتواصل ونسمع أغاني جديدة وجميلة عليكم وعلينا. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا، وإن شاء الله يتعاد علينا جميعا بخير وأمن وسلام. أشكر حضراتكم، وتحيات حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية
إعداد وتقديم طارق مصطفى. مونتاج حسين السنوسي. إخراج أحمد بركات.